بهذه الأجواء المفعمة بالبهجة والمصبوغة بألوان البراءة، أحيت شبكة ندى اليوم العالمي للطفل. وصلات غنائية، ألعاب للخفة، عروض مسرحية وأخرى بهلوانية رسمت ابتسامات بيضاء على محيا أطفال الجزائر في حفل بهيج أعقب عددا من الورشات التحسيسية. جيت نشارك العيد العالمي للأطفال، عجبني المهرج والمسرحية، فرحانة بزاف وشكرا لناصرة بوديسة لأنها هي اللي عرضتنا وسمعتنا بهذه المسابقة. فرحانين بزاف كي نضبط لنا شبكة ندى حقوق الطفل وجميعا فرحانين. الحفل تاعنا كان شباب بزاف، أنا عجبني الحال مع كامل الأطفال اليوم هنا، ونوجه لهم كلمة ونقول لهم عيد سعيد ليهم كامل وخاصة لأبناء الجزائر. ليست التظاهرة للترفيه عن الطفولة فحسب، بل لتعزيز الترابط وإنماء الفكر وإذكاء الوعي لدى الأطفال وأوليائهم بإشراك كافة الفاعلين. تظاهرات في فائدة الأطفال والأولياء كان هدفها أننا ندعم قدراتهم الفردية والجماعية في العمل على حقوق الأطفال ومعرفة حقوق الأطفال، وأكثر من ذلك بناء جسور وعلاقات اجتماعية أكثر متانة في مواعيد كما هذه، والحوار اللي كان في كل ورشات والفعاليات حول واقع حقوق الطفولة في الجزائر. في عيد الطفولة كي نقولوا عيد الطفولة هي عيد الأمل، عيد الاستقلال، يعني المستقبل يعني اللي نطمحوا ليه زاهر لهذا الفئة من المجتمع اللي لابد انها تكون. يعني الحمد لله شبكة ندى دائما عندها نظرة تحايا بعيدة انها تحمي هذا الطفل بطريقتها بالحقوق كذلك، لكن احنا في هذا الحفل أننا عملت شبكة ندى أشياء جميلة أنهم خلتهم يفرحوا. اليوم يومهم والعيد عيدهم، وتبقى الطفولة عالما مخمليا مزدانا بقلوب كالدرر وأرواحا باذخة الطهر. فكل عام والطفولة تزين حياتنا، كل عام والطفولة بخير. عيد سعيد لكل طفل.